الصندوق الاسود. عمرك سألت نفسك الصندوق اللي في ايدك اللي بتسمعني منه دلوقتي ده ازاي او ايه اللي بيحصل جواه بالظبط؟ ازاي ممكن معلومة تتحول او صورة تتبعت او ان انت بمجرد دوسة على الكيبورد تجيلك معلومة من اخر الدنيا في اقل من ثانية؟ يا ترى ايه حكاية الصندوق ده وايه حكاية المدينة المتكاملة اللي موجودة جواه؟ الحقيقة ان المدينة دي فيها حاجة اشبه بالسحر، نقدر نعتبرها كأنها مدينة متكاملة ليها حاكم وشوارع ومكاتب وأرشيف وحياة متكاملة جوه المدينة دي. لو بقى ما قدرتش تفهم كل حاجة بتحصل في المدينة دي بالتفصيل عمرك ما هتقدر تحميها بجد. أهلا بكم في سيك لينك مع فيديو جديد، وأنا سيف لاشين، والنهاردة هنكمل الفيديو السابع في رحلتنا من الصفر للاحتراف. والنهارده بقى هنكمل في عالم الامن السيبراني الممتع، بس المره دي احنا هنتكلم بقى عن الصندوق الاسود. هنغطس في اعمق حته خاصه بالكمبيوتر والتكنولوجيا بشكل عام. طبعا النهارده هنعرف كل تفصيل قد كده جوه اجهزه الكمبيوتر، من حيث بقى الحاكم اللي هو السي بي يو، وكمان مكاتب المؤقته بتاعه الرامات، والارشيف طبعا اللي هو الاستورج او التخزين وما الى اخره. هنعمل كل حاجه بالتفصيل النهارده. والاول مره مش هنعرف بس دور ووظيفه كل قطعه من اللي انا لسه قايل عليهم من شويه، لا ده احنا كمان هنعرف ازاي الهاكرز بيبصوا للقطعه دي، وازاي كمان بيقدروا يستغلوها، وازاي بيفكروا وبيشوفوا القطعه دي ممكن يستفيدوا منها ازاي. الفيديو ده نقدر نعتبره هو حجر الاساس اللي هتبني عليه كل معرفتك التقنيه اللي جايه. يلا بقى جهز نفسك وما تفوتش ولا ثانيه، عشان هنبدا دلوقتي في عالم تشريح اجهزه الكمبيوتر. يلا بينا نبدا على طول عشان ما اطولش عليك. وطبعا اي مدينه بتيجي مدينتنا الرقميه اللي برضو ليها حاكم زي اي مدينه ما ليها اي حاكم، بس طبعا هنا الحاكم في المدينه الرقميه دي بيكون هو وحده المعالجه المركزيه اللي هو السي بي يو. طبعا هو المسؤول هنا عن التفكير والتخطيط والتنفيذ وعن حاجات كتير جدا وعن اداره المدينه بشكل كامل، لان هو نقدر نقول عليه ان هو العقل المدبر في المدينه دي. الحته الصغيره دي اللي حجمها يكاد يكون اصغر من حجم علبه الكبريت فيها مليارات الترانزستورات. الترانزستور ده نقدر نعتبره هو قطعة مسؤولة عن فتح وقفل العمليات بعدد مليارات المرات في الثانية الواحدة. كل مرة بتفتح وبتقفل فيها بتعمل حاجة اسمها الواحد والصفر، ودي لغة اسمها لغة الباينري سيستم. طبعا مش هنتطرق للجزء ده دلوقتي. اللي احنا محتاجين نعرفه ان فكرة المعالج ان هو بيدير كل حاجة من خلال الترانزستورات دي، لان اصلا الكمبيوتر ما بيفهمش الا اللغة دي. طب يا ترى ايه هي بقى مكونات السي بي يو؟ اول حاجة طبعا مكونات السي بي يو هي الكور دي اللي هي النواة دي بقى نقدر نعتبرها مثلا هي بتكون زي مساعد للمعالج ده. هنتخيل كده الموقف شويه، نعتبر ان احنا في حاكم دلوقتي عنده مساعدين كتير جدا، كل مساعد منهم طبعا بيقوم بوظيفه، فده معناه ان هو يقدر يخلص شغله بشكل اسرع، لان عنده كل طبعا ما كان عنده عدد اكبر من المساعدين كل ما قدر ينجز مهمات اكتر في نفس الوقت. عشان كده طبعا بنسمع عن حاجه اسمها الدول كور اللي هي يعني الحاجات اللي بتكون ثنائي النواه، والكواد كور لرباعي النواه. طبعا تاني حاجه بعد النواه اللي هي الكور وهي سرعه المعالج، ودي طبعا بتتقاس بالجيجا هرتز. نقدر نقول بقى ان سرعه المعالج دي هي كانها هي سرعه ضربات القلب الخاصه بالمعالج. خلينا نتخيل كده وليكن مثلا ان احنا عندنا معالج بيتقاس سرعته طبعا بالجيجا هرتز، لان سرعه المعالج بتتقاس بالجيجا هرتز. نتخيل ان احنا عندنا 3.5 جيجا هرتز، دي سرعه لمعالج معين. ده معناه ان هنفترض بقى قلنا ان ايه، ان السرعه دي اللي هي ضربات القلب او نبض المعالج. فدلوقتي تخيل كده ان النبض ده في الثانيه الواحده بينبض ب 3 مليار ونص مره في الثانيه الواحده، فده معناه طبعا يعني سرعه ضخمه جدا. طبعا ثالث حاجه وهي الكاش دي بقى نقدر نعتبرها ان هي زي تخزين كده على جنب لوحده، بيخزن فيه الحاجات اللي بيستخدمها باستمرار، عشان طبعا يقدر ينجز ويقدر يوصل للمعلومات اللي بيحتاجها كتير بشكل اسرع، وده طبعا يخلي الجهاز كله اسرع. عايزين تعرفوا طبعا دلوقتي ايه اصلا مدى التطور اللي احنا وصلنا له بشكل كده بسيط. خلينا بقى نرجع لاول معالج جه من شركه انتل اللي هو كان انتل 4004. ده ساعتها كان نازل ب 2300 ترانزستور بس، طبعا ده نزل سنه 1971. لو قارناه مثلا بمعالج زي المعالجات الحديثه وليكن ابل M1 الترا اللي فيه دلوقتي اكتر من 114 مليار ترانزستور، تخيل انت القفزه دي اللي تمت في حوالي 50 سنه مش اكتر.
وطبعا ده يرجعنا لقانون اسمه قانون مور، اللي كان بيقول لك ان عدد الترانزستورات الموجوده في المعالج بيتضاعف تقريبا في خلال سنتين قده، يعني بيتضاعف مره قده اللي هو قد العدد مرتين في خلال سنتين. وده طبعا بيخلينا نوصل لمرحله ان احنا نفهم ليه الاجهزه دلوقتي بقت اصغر واقوى وكمان اسرع. طب احنا ايه اللي ممكن نستفيد منه في قناه زي قناه سايبر سيكيورتي من قصه ان احنا نفهم اصلا يعني ايه معالج؟ مبدئيا كده لما نستفيد من النقطه دي هنفهم الهاكرز ممكن يستفيدوا من قطعه زي دي في ايه. مبدئيا كده الهاكرز هم بيهمهم قوي يعرفوا المعلومات اللي زي دي لسبب ان في هجمات بتكون مخصصه على فكره لوحده المعالجه المركزيه، زي الهجمه اللي حصلت في 2018 اللي هي كان اسمها سبيكتور. الهجمه ديت كانت عباره عن هجمه بتستهدف الجزء ده من اجهزه الكمبيوتر عشان تستخرج منه معلومات حساسه زي كلمات المرور او بيانات تانية ايا كانت ايه هي. وكمان ممكن يستهلكوا قوه المعالج ده بالكامل في عمليات هم عايزين يعملوها، زي وليكن مثلا عمليات تعدين زي تعدين العملات الرقميه اللي هو الكريبتو جاكينج. طبعا بسبب موضوع زي ده انت فجاه بتلاقي جهازك بقى بطيء جدا وصوت المراوح بيبقى شغال باعلى سرعه كأن في حاجه كبيره وتقيله قوي شغاله على الجهاز. طبعا الهدف ان هو بيعمل كل الكلام ده كله عشان يكسب فلوس من وراك. يبقى كده عرفنا السي بي يو ان هو العقل المدبر للجهاز، وعرفنا ان هو في حاجه اسمها الانويه اللي هي الكور اللي هو او المساعدين، وعرفنا برضو ان هو ليه سرعه اللي هي اللي بتتقاس بالجيجا هرتز، وعرفنا كمان ان في حاجه اسمها الكاش اللي هي التخزين المؤقت. طبعا بعد ما عرفنا كل المعلومات دي وعرفنا ايه علاقته بالاختراق والهاكر والامن السيبراني، هنيجي نتكلم دلوقتي عن الجزء الثاني اللي بعد كده وهو اللي هي ذاكره الوصول العشوائي او الرامات. تابعوا معايا يلا بينا. طبعا بعد ما عرفنا السي بي يو اللي هو الحاكم اللي هو العقل المدبر للجهاز، طبعا الحاكم ده ما بيشتغلش لوحده، مش هيشتغل من الشارع، محتاج مكان يشتغل منه او نقدر نقول زي مكتب. طبعا بقى دور الرام هو هنا اللي بيقوم بدور المكتب ده. تخيل كده ان انت باحث عايز تعمل تقرير، فطبعا اول حاجه عشان تعمل التقرير ده هتحتاج ايه؟ انك تروح الارشيف اللي هو في الحاله دي الهارد ديسك بتاع الجهاز. طبعا رحت الارشيف جبت منه الكتب اللي انت محتاجها في البحث بتاعك. محتاج ايه بقى عشان الكتب دي؟ محتاج طبعا مكتب عشان تخش تشتغل منه، عشان تبقى الحاجات موجوده قدام عينك وما تحتاج توصل لاي حاجه توصل لها على طول، ما تقعدش تدور. المكتب بقى ده هو بالظبط ده دور الرامات في الجهاز. هو طبعا كل ما كانت مساحته اكبر هنعتمد ان المكتب وليكن حجمه اكبر، كل ما هتقدر ترص وتحط كتب عليه زي ما انت عايز وتبقى قدام عينيك من غير ما الدنيا تتزحم ويبقى عندك مشكله وعطله في الموضوع. ده كده هو الموضوع ببساطه. طبعا في حاجه مهمه لازم كمان تبقوا عارفينها، ان الرامات دي هي ذاكره متطايره. يعني ايه بقى ذاكره متطايره؟ يعني هي موجوده معاك طول ما انت فاتح الجهاز ومتصل بالكهرباء. طب قفلت الجهاز او الكهرباء قطعت عن الجهاز، في الحاله دي بقى كل حاجه بترجع لاصلها. الحاجات اللي كانت موجوده في الرامات هترجع تاني لمكانها في الارشيف اللي هو الهارد ديسك. يعني كمثال لو انت فاتح برنامج زي فوتوشوب او فاتح لعبه او فاتح اي برنامج او اي حاجه، في الحاله دي بقى الجهاز عشان السي بي يو يقرا المعلومات بشكل اسرع ويكون الموضوع بالنسبه له ابسط واقرب، بياخد التخزين اللي موجود على الهارد يبعته للرامات عشان انت تستخدمه الفتره اللي انت عايز تستخدمه فيها. وطبعا مجرد ما بتقفل البرنامج مكانه بيفضى ويرجع الحاجات تانية لاساسها في الهارد، عشان طبعا لو عايز تشغل حاجه تانية الرامات تبقى مكانها فاضي. او برضو نفس القصه لو الكهرباء قطعت، المكان ده بيرجع يفضى زي مكان تاني وبيروح للهارد اللي هو طبعا ده اللي هو بالنسبه للجهاز الذاكره الغير متطايره. طبعا الرامات ليها انواع متعدده زي برضو ما المكاتب ليها انواع متعدده. طبعا الموضوع بدا مع الرامات من ايام ما كانت هي دي دي ار بس، وكمان دي دي ار 2 لحد ما وصلنا دلوقتي الحاجات اللي نقدر نقول في معظم الاجهزه موجوده وهي اللي هي دي دي ار 4 ودي دي ار 5. طبعا ده معناه ان كل ما الجيل اتقدم كل ما كانت الرامات ديت بتبقى انضف وكمان اسرع. ولكن برضو في حاجه لازم نكون عارفينها، ان الرامات يعني انها تكون كويسه مش بحجمها ومش بالجيجات اللي فيها كمان مش الجيجات اللي فيها وبس، لا بالسرعه كمان اللي موجوده فيها. دي برضو حاجه هي اللي بتحكم عليها اذا كانت كويسه ولا لا. طبعا من منظور بقى الامن السيبراني واهميه الرامات، طبعا الرامات دي احب اقول لك ان هي كنز بالنسبه للهاكرز. طب ليه بقى هي كنز بالنسبه للهاكرز؟ عشان بيعدي عليها كل كلمات السر ورسائل الشات وكل حاجه انت بتعملها على الجهاز في الوقت الحالي
بتعدي على الرامات قبل ما تتشفر وترجع للهارد تاني. وده طبعا معناه ان الهاكرز لو قدروا يستغلوا اثناء مرورها ان هم يقدروا يوصلوا لها، فطبعا دي حاجه يعني بالنسبه لهم كنز. دي طبعا بتتم عن طريق حاجه اسمها الميموري فورنزكس والرام سكرابنج. طبعا في 2013 حصلت حادثه بتوثق الكلام ده في محلات تارجت اللي موجوده في امريكا. حصل عليها تسريب لاكتر من 40 مليون بطاقه ائتمانيه اتسربت من على اجهزه الكاشير الخاصه بيها. ليه بقى؟ عشان الهاكر كانوا عاملين هجمه على الرامات اللي موجوده في اجهزه الكاشير، وطبعا كانت بتسرب بيانات البطاقات الائتمانيه اثناء عمليات الشراء من المكان ده. طبعا احنا دلوقتي عندنا الحاكم اللي هو السي بي يو والمكاتب بتاعته اللي هي الرامات. طب ازاي بقى الحاكم يقدر يوصل للمكتب بتاعه؟ وطبعا ده هيتم عن طريق حاجه بسيطه وهي المذر بورد او اللوحه الام. طبعا دي اللي نقدر نعتبرها بقى هي شوارع المدينه والطرق السريعه وكل الكلام الجميل ده. طبعا الموضوع ده بيتم ازاي بقى؟ طبعا لو انت دلوقتي وليكن اللي هو هنعتبر حاكم المدينه اللي هو المعالج، عايز بقى مثلا يروح لاي مركز من مراكز المدينه زي مثلا الارشيف اللي هو قلنا عليه الهارد ديسك، او المكاتب اللي هي بتاعه الرامات، او وليكن نعتبر مثلا ان كارت الشاشه اللي هو مركز الفنون التجميليه في المدينه، وهكذا. طبعا كل الكلام ده مستحيل يقدر يتم من غير وجود اللوحه الام، وكمان هي بتكون اكبر قطعه الكترونيه موجوده في الجهاز، وهي برضو اللي مسؤوله عن تجميع القطع دي كلها مع بعضها، لان من غيرها الحاجات دي كلها تبقى عباره عن شويه قطع مرميه جنب بعض مالهاش ثلاثه لازمه. طبعا من منظور الامن السيبراني المذر بورد هي هدف متقدم جدا بالنسبه للهاكرز. طب ليه؟ اول حاجه في نوع من البرمجيات الخبيثه اسمه البايوس يو اف اي روت كيت. طبعا ايه هو البايوس اصلا او يو اف اي ده؟ هو نقدر نعتبره برنامج صغير جدا بيشتغل اول لما بتدوس على زرار الباور في الجهاز قبل ما نظام التشغيل يفتح. دوره ان هو يقوم كل القطع الموجوده في الجهاز ويصحيها عشان نظام التشغيل بعد كده يشتغل بقى ويستخدمها ويستهلكها. طبعا بقى في مشكله كبيره، وهي ان طبعا البرنامج او البرمجيات الخبيثه دي لو اتزرعت في جهاز زي كده هي هتكون صعب اكتشافها جدا، لان مفيش نظام تشغيل مثلا او نظام حمايه او حاجه هتقدر توقفها، او حتى المستخدم مش هيحس بيها خالص. ودي هي بتكون اكتر حته بتسبب خطوره في الموضوع كله. يبقى كده عرفنا ان الرام هي دورها التخزين المؤقت، والمذر بورد اللي هي نقدر نعتبرها زي شوارع وطرق المدينه كلها اللي بتربط كل حاجه ببعضها. طبعا بقى عايزين نتكلم دلوقتي عن حاجه مهمه جدا، عن ايه؟ عن الارشيف وعن كروت الشاشه. تابعوا معايا عشان افهمكم الدنيا ماشيه ازاي. طبعا بعد ما الحاكم يخلص شغله اللي هو السي بي يو في المكاتب اللي هي الرامات، بيحتاج طبعا يحفظ كل الشغل اللي هو خلصه ده في مكان امن ودائم التخزين. طبعا المكان ده اللي هو ايه؟ اللي هو الارشيف او الاستورج. طبعا الارشيف ده او وحدات التخزين بيكون فيه منه نوعين اساسيين. النوع الاول اللي هو نوع ال HDD اللي هو الهارد ديسك درايف. ده بقى نقدر نعتبره هو نوع قديم شويه من النوع اللي كان بيبقى فيه اسطوانات وابره عشان تقرا وتكتب البيانات. طبعا النوع ده كان بطيء شويه مقارنه بالنوع التاني اللي هنتكلم عنه دلوقتي، بس كان مساحات التخزين فيه اكبر وكمان سعره ارخص. النوع التاني بقى اللي هو ال SSD السوليد ستيت درايف. النوع ده بقى هو نوع حديث فيه يعني ما فيهوش حاجه بتتحرك او ما فيهوش اجزاء متحركه جوه، لا هو بيبقى فيه تشبايه زي بتاعه الفلاشه كده راكبه فيه، ودي هي اللي بتقوم بالقراءه والكتابه في نوع التخزين. طبعا بتكون اسرع بكتير من ال HDD، ولكن طبعا اغلب بشكل ملحوظ، وطبعا بيتم استخدامه في معظم الاجهزه الحديثه اللي موجوده دلوقتي عشان طبعا تقدر تشغل نظام التشغيل بشكل اسرع، وكمان البرامج اللي موجوده على نظام التشغيل ده. طبعا بقى بالنسبه للهارد ديسك من منظور الامن السيبراني، فده اعتقد مش محتاج اتكلم عنه كتير لان هو واضح من البدايه. طبعا ده بالنسبه للهاكرز هو يعتبر كنز الكنوز، لان بيكون عليه بقى كل البيانات الخاصه بالمستخدم، من ملفات لصور لفيديوهات لبيانات مسجله لاكونتات لكل حاجه ممكن الهاكرز يحتاجها. نقدر نعتبره كده الفانوس السحري الخاص بيه. وطبعا ممكن كمان عن بعد يستغل الموضوع ده استغلال تاني اسوأ شويه، وهو انه يزرع برمجيه خبيثه جوه الجهاز ده، وليكن مثلا زي نظام فيروس الفديه اللي هو رانسام وير، ويطلب فديه من المستخدم مقابل ان هو يحرر له الهارد ده من تاني. طبعا دي نقدر نعتبرها اشهر هجمه من هجمات الوحدات التخزين. وطبعا في حاجه مهمه كمان، وهي ان انت لما بتمسح داتا من على الهارد ده
انت بتكون فاكرها ان هي اتمسحت، ولكن طبعا الهاكرز المحترفين لو الهارد ده نفسه كهارد وقع في ايديهم، هما ممكن يقدروا يرجعوا الداتا اللي انت فاكر ان هي اتمسحت من عليه مرة تانية ويستغلوها. طبعا الهارد لما بتمسح حاجة من عليه، نظام التشغيل بيعلم على المكان ده ان هو فاضي، ولكن ده مش معناه ان الحاجة اتمسحت، لا، هو المكان ده بيتعلم عليه فقط ان هو فاضي لحد ما يتعمل كتابة مرة اخرى على الهارد، ساعتها الحاجة دي بتتمسح. طب ما اتعملش كتابة على الهارد جديدة، معناه ان الحاجة دي لسه موجودة ومسجلة زي ما هي، وممكن يتم استرجاعها عادي جدا. وطبعا بالنسبه للامن السيبراني، ممكن انت بقى تستخدم حاجات معينه عشان تتاكد ان انت مسحت الداتا دي بشكل مؤمن وكامل بالفعل. ودي طبعا بتبقى نقدر نقول عليه علم كبير شويه في موضوع الداتا والبيانات. طبعا لحد دلوقتي كل القطع اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده هي قطع بتعمل حاجات ما فيهاش الا حاجتين اتنين: عمليات ومنطق. طبعا لسه بقى في حاجه مهمه احنا لسه ما جبناش سيرتها، وهي ازاي بقى كل العمليات والمنطق والحسابات والحاجات اللي بتحصل دي كلها بتتحول للصوره السلسه والجميله اللي انت بتكون شايفها على الكمبيوتر. طبعا هنا بقى بيجي دور عمنا فنان المدينه اللي الناس كلها بتحبه، اللي هو وحده معالجه الرسومات، او زي ما هو معروف بقى في عندنا في مصر هنا اللي هو كارت الشاشه. طبعا لو السي بي يو اللي هو المعالج او وحده المعالجه المركزيه هو الحاكم اللي بيعرف يعمل كل حاجه في الجهاز، فالجي بي يو بقى هو ما بيعرفش يعمل غير حاجه واحده بس. هو دوره كده نقدر نعتبره الفنان العبقري اللي موجود في المكان. دوره بس ان هو يقدر يرسم ويلون، بيقدر يعمل عمليات حسابيه بسيطه في اكتر من حاجه في نفس الوقت. وطبعا على فكره في معلومه، هو المعالج يقدر يعمل نفس الوظيفه ولكن طبعا هياخد وقت اطول شويتين. ولكن طبعا كارت الشاشه هو هنا دوره ان هو يعرف يرسم الصور ثلاثيه الابعاد، وليكن زي المستخدمه في الالعاب او برامج الجرافيكس او اي حاجه تقيله بتحتاج تصميم بشكل اسرع. فالقطعه ديت لما بتكون موجوده في الجهاز بشكل منفصل اللي هي كارت الشاشه، بتدي اداء ممتاز جدا عن المدمجه الموجوده في المعالج. يعني هو المعالج نفسه بيكون فيه القطعه دي موجوده وبيقدر يعالج رسومات، لان برضه في بعض الاجهزه ما فيهاش كروت شاشه خارجيه وبتكون شغاله عادي جدا، بس طبعا بتكون في معالجات الصور والحاجات اللي من النوع ده بتكون ابطأ شويه بشكل ملحوظ. طبعا كارت الشاشه من منظور الامن السيبراني نقدر نقول ان هو ما كانش هدف مباشر للهاكرز، بس ده كان زمان. لكن نقدر نعتبر مثلا في اخر سنتين ثلاثه كده الحسبه اختلفت تماما بسبب بقى الكروت اللي ظهرت حديثا. ودي طبعا بقى اللي بدأت تغير في اللعبه كلها. ليه؟ لان بقى طبعا بعد ما عرفوا القوة الجبارة بتاعت كروت الشاشة اللي بتقدر تعمل العمليات الحسابية الكتير في خلال ثواني، طبعا بدأوا يستخدموها في حاجة زي هجمات التعدين بتاعت العملات المشفرة اللي هي الكريبتو مايننج، او كمان في حتة تانية بقى ابعد شويتين، وهي في تخمين وكسر كلمات المرور. وده برضو هنا بيوضح للمستخدمين نقطة ان انت كل ما كانت كلمة المرور بتاعتك اعقد واطول بتكون اصعب على الكارت الخاص بالهاكر ان هو يقدر يفكها. طبعا يبقى كده عرفنا الاستورج، وعرفنا الفرق بين ال HDD وال SSD، وكمان عرفنا فنان المدينة اللي هو كارت الشاشة. هنا بقى يجي دور السؤال المهم جدا، يا ترى بقى مين هو مدير المدينة دي اللي بيوزع المهام وبينظم الحركة وبيظبط الدنيا؟ ده بقى اللي هنعرفه في الجزء الاخير والاهم من الفيديو كله، وهو انظمة التشغيل. تابعوا معايا عشان النهاية قربت. طبعا انا لحد دلوقتي اتكلمنا عن كل القطع المادية الملموسة اللي هي الهاردوير، زي وليكن المعالج، رامات، كارت شاشة، تخزين، كل القطع الجميلة بتاعت الهاردوير. طب دلوقتي بقى هيجي دور السؤال، ايه بقى يعني الحاجة اللي هتلم كل الدنيا دي مع بعضها؟ مين اللي هيخلي القطعة دي كلها تشتغل مع بعضها بشكل سلس ومتناغم؟ هنا بقى يجي دور المايسترو، مدير المدينة، اللي هو طبعا نظام التشغيل. طبعا نظام التشغيل ده هو السوفت وير بتاع الجهاز اللي نقدر نعتبره هو روح الجهاز اصلا. دوره ان هو ينظم ويظبط ويرتب ويروق كده بين كل القطعة دي، بحيث ان هم يقوموا بشغلهم على اكمل وجه، وكمان بنظام عشان ما يحصلش اي مشكلة من اي نوع مهما كانت. انظمة التشغيل زي الويندوز والماك واللينكس هي عبارة عن برامج دورها ان هي تدير اجهزتك بشكل كامل. هي اللي بتخليك تعرف تتكلم مع المعالج، اللي بتخليك تعرف تتكلم مع الارض، اللي بتخليك تعرف تتكلم مع الرامات، مع كارت الشاشة. اي حاجة انت بتطلبها انت ما بتروحش تطلبها تلقائي من القطعة، لا، انت بتتعامل مع الوسيط. الوسيط ده اللي هو نظام التشغيل،
بتطلب وليكن انت عايز تفتح حاجه معينه، فهو بقى بياخد الامر او الطلب بتاعك ده، بيوزع بقى دوره ومهامه على كل القطع اللي محتاجها انها تشتغل في الوقت الحالي وتنظم لك الدنيا دي. وكمان برضه هو اللي بيعرض لك الواجهات الرسوميه اللذيذه اللي انت بتشوفها في الاجهزه، بدل ما تبقى شايف شاشه سودا ومليانه اكواد وانت مش فاهم اي حاجه في اي حاجه حرفيا. وعلى فكره ده كان موجود زمان في ايام انظمه الدوس والحاجات اللي زي كده، قبل بقى ايه ما يكون الدنيا متطوره دلوقتي وفي واجهات رسوميه وفي دنيا بقت كويسه. وطبعا ده كله بفضل تطورات انظمه التشغيل وتطورات قطع الهاردوير برضه معاها. طب ايه هي وظائف نظام التشغيل؟ اول وظيفه ليه وهي اداره العمليات. طبعا المايسترو ده دوره بقى هيعمل ايه؟ اول حاجه هو ان هو اللي هيقرر مين اللي هيعزف دلوقتي ومين اللي هيعزف كمان شويه. يعني مثلا كمثال، دوره ان هو يقرر للمعالج هو هيشتغل امتى وهيشتغل مع مين من البرامج الموجوده، طبعا عشان تحس ان كل حاجه شغاله وفي نفس الوقت. يعني وظيفه طبعا وهي اداره الذاكره. هنا بقى دوره ان هو بيقسم الذاكره الموجوده بتاعه الرامات اللي هنعتبرها المكتب لكل حته عشان كل برنامج يشتغل في حته معينه. طب خلص شغله بينظف وراه مطرح ما كان شغال عشان لو حد تاني عايز يجي يشتغل مكانه يجي يشتغل. ثالث وظيفه وهي اداره الملفات. طبعا دوره هنا ان هو بينظم الارشيف بتاعك اللي هو الهارد ديسك على هيئه ملفات وفولدرات عشان تقدر توصل لها وقت ما تكون عايز وكمان بسهوله. اخر وظيفه طبعا وهي اداره الاجهزه، وهنا هو دوره ان هو بيقدر يتعامل مع كل الاجهزه اللي انت موصلها بالجهاز بتاعك زي الطبعه، الكاميرا، الكيبورد، الماوس وهكذا. طبعا من منظور الامن السيبراني انظمه التشغيل هي الهدف رقم 1 لاي هاكرز. طب ليه؟ طبعا خلينا نتكلم كده شويه بالبلدي. نتخيل ان لو الهاكر قدر يسيطر على المايسترو بتاع الحفله، طبعا ده معناه ان هو يقدر يسيطر على الاوركسترا كلها، او يعني نتكلم بالمصري الفريق او التيم كله. انت دلوقتي عرفت تخش تستغل الثغره في نظام التشغيل، ده معناه ان كل البرامج بكل الحاجات الكويسه اللي موجوده على الجهاز معاك. بس طبعا في نقطه، في حاجه الهاكرز اللي بيعملوها اسمها البريفليج اسكلوشن، ده اللي هو تصعيد الصلاحيات. لان اول لما الهاكر بيقدر يستغل ثغره معينه في نظام التشغيل بيكون زي مستخدم عادي. طبعا دوره بقى انه يرفع الصلاحيات من ثغره ثانيه عشان بدل ما هو مستخدم عادي يبقى ادمن او روت، عشان ساعتها طبعا بيبقى معاه الصلاحيات يعمل اي حاجه في الجهاز. لان نظام التشغيل في العادي بيكون مدي صلاحيات معينه اللي هي البرميشن، مين ليه صلاحيات يقرا، مين ليه صلاحيات يكتب ويقرا كده وهكذا. عشان كده امنيا في حاجه مهمه جدا، اي تحديث يجي لانظمه التشغيل لازم يتعمل عشان بيكون معظمه سد ثغرات بتكون مكتشفه عن نوع الحاجات اللي انا لسه متكلم عنها دلوقتي. يبقى كده عرفنا ان نظام التشغيل هو المايسترو بتاع الحفله، وعرفنا ان ايه دوره بالظبط وايه الصلاحيات اللي بيعملها وايه وظيفته وايه الدنيا الخاصه بيه. وبكده بقى هنكون وصلنا لنهايه الفيديو ونكون قفلنا رحلتنا جوه الصندوق الاسود. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات الجايه اللي في السلسله، وكمان حط لنا تعليق كويس وقول لنا رايك عشان الموضوع ده بيهمني جدا. سلام.